يعني هنثبت الموبايل كده وهنشوفهم بسرعة مع بعض. هنوضح وبشكل سريع يعني ايه تنوع كبير متوفر في ليلي سنتر من شغل اكستنشن الشعر الحراري. من تنوع كبير ما بين التوبر الحراري، ديل الحصان بكل انواعه، القصة، البواريك، التوك الخفيفة للشعر، الاكستنشن الشعر الحراري، الخمسة كليبسات، وكمان ديل الحصان بقى بكل انواعه. يعني هنثبت الموبايل كده وهنشوفهم بسرعة مع بعض. اول حاجة متوفرة في شغل القصة، واللي جه جديد كمان في الشغل الاخير، القصة بطوق. ودي طبعا بتسهل لبس القصة، يبقى سهل في اللبس، يبقى شكلها حلو خالص. وكمان الطوق نفسه ماتيريال عالية جدا. كمان متوفر في القصة الخفيفة والقصة الكثيفة. يعني في ناس كتير مش بتفضل الكثافة العالية في القصة اللي زي كده. في ناس طبعا بتحب ان يبقى في كثافة زي كده، لكن في ناس بتفضل ان يكون في كثافة اقل. فمتوفر الاتنين، يعني القصة الخفيفة اللي زي كده تبقى بكليبسة واحدة من ورا، او القصة الكثيفة ودي بتكون باتنين كليبسات. طبعا اي قطعة من الانواع المتوفرة خدي سكرين بس وبعتلنا، هنبعت لك كل التفاصيل. تقدري كمان الشغل ده تطلبيه اونلاين من اي مكان يوصلك. كمان تقدري تشرفينا وتشوفي الشغل ده على الطبيعة، وتشوفي ايه منه الانسب بالنسبة لك. اكستنشن الشعر الكامل الخمسة كليبسات، في منه الويفي، وده اول حاجة معانا. الويفي طبعا بيبقى 5 كليبسات، ومتوفر منه الوان كتير في السنتر. بعد كده في شغل الاكستنشن، في اكستنشن ال5 كليبسات الكامل الكيرلي، وده بقى اللي مكسر الدنيا. ناس كتير قوي بتحب تلبس الكيرلي لسبب مهم، ان الاكستنشن الكيرلي مش بيخليكي تضطري ولا تكوي شعرك عليه تعمليه ليس، ولا تعمليه ويفي، ولا اي حاجه. يعني حتى لو شعرك من غير اي شغل فيه، بس بتفرديه على اكستنشن الكيرلي، بيبقى شكله جميل في خروجات كاجوال، مناسبات، بيبقى شغال معاكي في اي خروجات، سهل في اللبس. 5 كليبسات برضو متوفر منه الوان كتير في السنتر، علشان لما تشرفينا ان شاء الله او حتى تطلبيه هنصور لك الالوان المتاحة وتختاري من بينها اللي يناسبك. الاكستنشن برضو الليس متوفر منه الوان كتير. اكستنشن ليس الناس اللي طبيعة شعرها اوريدي حتى من غير مكوى، في ناس بيبقى طبيعة شعرها هي انه ليس، فبيبقى انسب بالنسبة لها في اللبس اكستنشن الشعر الليس. بعد كده في تنوع برضو متوفر في ديل الحصان. اول حاجة طبعا بيكون ديل الحصان الرباط الكيرلي، واللي بيبقى برباط حديدة واحدة بيتسند سواء على حشوة كحكة او على ديل حصان عادي. يعني بس مجرد ما تلمي شعرك بأي طريقة بتريحك وبيتلبس عليه بيبقى شكله حلو خالص في اللبس. ده كيرلي طبعا بيناسب ناس كتير، وكمان متوفر منه درجات كتير. برضو في ديل الحصان الرباط متوفر ديل الحصان الرباط الليس للناس اللي بتحب تلبس ليس، مش بتحب الفوليوم العالي في الكيرلي، لان الكيرلي لما بتلبسيه حتى في ناس كتير لما بيتلبس مره واثنين وثلاثه هو الفوليوم بتاعه بيبقى كثيف، بيبقى كثيف. وموضوع ان الشعر يبان معاكي كثافه عاليه، فاما انت بتختاري الليس، او لو انت بتحبي الكثافه العاليه دي، فالكثافه العاليه بتبان اكتر في ديل الحصان التوكه. ديل الحصان التوكه وخصوصا الكيرلي فوليوم عالي، كثافه عاليه. في منه الطويل برضو متوفر منه درجات الوان كتير، وفي منه الكيرلي التوكه القفاش المتوسط. اي يعني ديل حصان او اكستنشن تحسي انه مناسب ليكي وعايزه تشوفي الدرجات المتوفره منه، خدي منه سكرين وابعتلنا واحنا هنبعت لك التفاصيل. في كمان في ديل الحصان التوكه من الحاجات المميزه اللي وصلت في الشغل الاخير وبتناسب يعني الناس اللي هي اكبر شويه في السن، او المراحل المتوسطه في السن، يعني بتناسب اللي هو الاكستنشن الليس اللي نازل بفورمه من تحت. طبعا ده توكه في خامة الشعر الحراري. ديل الحصان المتوسط ده بيبقى شكله جميل خالص في اللبس. في برضو من الأنواع اللي اتوفرت في الشغل الأخير في ديل الحصان التوكة
دي للحصان القصة الشكل كده، ده للناس اللي بتحب او بتفضل الانواع اللي بتكون قصيره شويه. طبعا التوكه باتريال التوكه على فكره الناس كتير بتخاف من ديل الحصان اللي هو التوكه القفاش اللي زي كده، ولكن احنا قبل كده فكينا توكه منه فعلا. كل شغل التوكه القفاش المتوفر في السنتر، التوكه القفاش اللي في ديل الحصان لا يعادلها اي نوع توكه ايا كان الماتيريال بتاعتها. الخامه بتاعتها طريه جدا، البلاستيك بتاعها طري، ما بيتقطمش يعني ما يتكسرش بسهوله، قوي في التحمل وبيستحمل معاكي حتى لو هتلبسيه لفترات كبيره. ومن شغل ديل الحصان اللي وصل في الشغل الاخير بيناسب سن صغير او يعني سن صغير لحد 30 سنه. التوكه القفاش المعدن خامتها تقيله جدا برضو، وكمان الفيونكه واللولي اللي فيها شغلها وخامتها فظيعه، وفيها كمان الضفاير بتاعتها شعر حراري، بتبقى شيك جدا في اللبس. ناس كتير طلبت منها وعجبتها في اللبس من خلال الشغل الاخير اللي وصل. كمان في التوكه القفاش برضو بتبقى عباره عن فيونكه وثلاث ضفاير، بشكلها حلو خالص للناس اللي بتحب الضفاير. وبعد كده في الضفيره السنبله التقيله اللي هي برضو توكه قفاش نفس الخامه، ده ضفيره طويله طول 80 سنتي. وبعد كده شغل التوبر الحراري. التوبر بقى ده بيكون اخف من البواريك شويه، يعني ده التوبر الحراري للناس اللي عندها مشكله في الراس من فوق، انه الشعر خفيف وبتحتاج مثلا تلبس حاجه زي كده تدي تقل من فوق، وكمان يبقى متوفر فيها قصه زي كده، والشعر نفسه ما يبقاش كبير. علشان الناس اللي مش بتفضل البواريك التقيله، التوبر بيحل المشكله دي. يعني الشعر الخفيف في مقدمه الراس او فوق الراس، وكمان بيوفر لك الشكل كانه باروكه. يعني انت بصرف النظر عن لون شعرك بتختاري من التوبر اللون اللي يناسبك، كانك لابسه باروكه بس اخف طبعا من الباروكه. متوفر منه النوع ده في الشغل اللي كان موجود. الشغل بقى الجديد اللي جه التوبر الحراري الطويل الويفي اللي من غير قصه. بقى الناس اللي مش بتحب التوبر يكون بقصه، اتوفر التوبر ده من غير قصه، كمان ويفي، شكله حلو جدا في اللبس، خفيف جدا اخف من البواريك. وبعد كده التوبر الليس بقصه، متوفر توبر زي كده ليس، شكله جميل خالص. واهم ميزه بكررها 100 مره انه اخف من البواريك، فالناس اللي ما بتحب الشغل تقيل على الشعر بتختار التوبر. يعني بيوفر لك القصه، بيوفر لك كمان الستايلات اللي انت بتحبيها. يعني في منه الليس وفي منه الويفي، في منه اشكال كتير ودرجات الوان متوفره في السنتر دلوقتي. كمان بالنسبه للناس اللي بتحب التوك الخفيفه، في التوكه دي بتتحط من ورا في الشعر، بيبقى شكلها حلو جدا في اللبس، خفيفه خالص وسعرها كويس. كذا شكل وصل من شغل التوك الخفيفه في شغل اكستنشن الشعر، التوك القفاش اللي زي كده. ناس كتير بتحب تفضل الحاجات دي، يعني بس مجرد ان هي بتبقى لما شعرها وحاطه دي من ورا بتدي شكل ومنظر بيبقى شيك قوي، وكمان بتبقى اسعارها حلوه. كمان الاستك، يعني انت لو عايزه تلمي شعرك استك بشغل اكستنشن، في شغل اكستنشن الشعر الحراري، الاستك متوفر منه الوان كتير وكمان خفيف وسعره كويس. اخر توكه في الشغل التوك الخفيفه التوكه القفاش الاخف، يعني هي بتبقى دي اخف توكه في اشكال التوك اللي اتوفرت في الشغل الاخير. بعد كده البواريك بكل اشكالها، طبعا ستايلات واطوال والوان كتير متوفره في السنتر. اي باروكه هتعجبك من الاشكال اللي هتتعرض دي ممكن تاخدي صوره منها سكرين شوت وتبعت لنا، نوضح لك الالوان والدرجات المتوفره والاطوال والستايلات، سواء ويفي، ليس، كيرلي. حتى لو عندك طلب معين او طلب مخصوص في شغل البواريك احنا ممكن نوفره لك باسرع وقت ممكن. وزي ما قلنا في بدايه الفيديو، شغل اكستنشن الشعر الحراري تقدري تطلبيه اونلاين يوصلك اي مكان، او تشرفينا في السنتر وتطلبيه بنفسك.